الشوفان تصبح من الاصناف ديال التغذيه الصحيه بين قوسين، يعني اللي كيدخلوا في الهيلثي لايف ستايل، والكل كيقول كل الشوفان، عليك بالشوفان، خذ الشوفان، عندك تنسى الشوفان. لكن اللي ربما ما كتعرفش، لانك لو عرفتيه ما غاديش تتبع الترندات اللي كاينه في السوشيال ميديا. الشوفان كيتعتبر من الحبوب المسخنه للجسم، يعني الورمين فور يور بادي، وهو في الاصل صالح للناس اللي كيعيشوا في المناطق البارده جدا 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 مثل الدول الاسكندنافيه. والشوفان اللي كلشي فرحان به من امريكا حتى لجنوب افريقيا يقدر يكون مضر للجسم ديالك الا ما تحضرش بالشكل الصحيح باستخدام تقنيه التخمر الطبيعي او تقنيه منسيه اللي تكلمت عليها في كتابي الجديد الخبز المنافع المجهوله. الشوفان المصنع الجاهز اللي الكل كيستعمله اللي كيسميوه بالانستنت اوت هو طامه ووكر لصناعه الامراض، وهذا اللي كيخليه اكثر ضرر خاصه اذا تستهلك بشكل متكرر. في كتابي الجديد الخبز المنافع المجهوله تطرقت لتحضير اطعمه جاهزه اللي كانت منذ زمن قبل ما الانسان يطغى باستخدام تقنيه طبيعيه منسيه ومجهوله، لكن المنافع ديالها غير محدوده اللهم بارك. في المقابل كاين الشعير اللي الكل كيتجاهلوه، هو اللي كان في الاصل في العديد من الثقافات من الصين للهند والخليج ومن المغرب للسودان. انت الا كنتي في هذه المناطق هذه الشعير وخصوصا الشعير الاخضر او المخمر قبل ما يتطحن هو اللي صالح لك، وكيتعتبر من الاطعمه المبرده للجسم كولين فور يور بادي، واللي كتاثر على الطاقه الجسديه وخاصه الطاقه النفسيه اللي حنا كنعانيو منها اللي كنسميوه البيرن اوت والاكتئاب وهذا الشيء كله. ومفيد كذلك الشعير للحراره الزائده في الجسم، للالتهابات والمعده والقولون العصبي والدم اللي كيكون مسموم. ولانه من حقك تفهم وما تبقاش كيف ما كنت انا ضيعه بين الجهل وصناعه الخرافات، لهذا دونت لك ثقافتنا الغذائيه والصحيه الموروثنا الامازيغي من شمال افريقيا مرورا بالسودان حتى مصر اللي كتناسب مع البيئه ديالنا والاجسام ديالنا. الكتاب ماشي فقط صفحات مكتوبه، لكنه دعوه للاستيقاظ والرجوع الى الاصل باش تفهم، ولما غادي تفهم انت بوحدك اللي غادي تحكم وتتحكم. شكرا عليكم. هذا الفطور ديالي، احسن فطور هو الشعير الاخضر اللي عندي او الشعير اللي كيكون مخمر قبل من الطحن، واللي شاركت معكم في الكتاب ديالي اللي صدرت حديثا الخبز المنافع المجهوله. هذا هو الكنز، هذا سهل الهضم ومقوي، والكميه ديال البروتينات كتكون مهمه لكن سهله الهضم اللهم بارك. عندي هنايا مربى التين معاه شويه ديال اللوز او الجوز، ها هو يعني كماده دهنيه، معه كذلك زيت الزيتون، وعندي تيميجه ديالي، المذاق يعني الهضم كذلك، كتعطي واحد الانتعاشه في هذا الحر هذا اللهم بارك. كنرافق الفطور ديالي يعني في هذا ملي كتبدا الحراره عندنا القتاء، يعني عندنا اشياء كثيره باش نقدروا نفطروا. كتسولوني باش انا اللي عندي موجود في الدار في البيت كنفطر به، يعني ما كنبقاش نحمق راسي. هذا هي اجمل درس خديت في نمط العيش الطبيعي من بديت المغامره ديالي الحمد لله، هذه اكثر من 10 سنوات اللهم بارك. عندنا هنا القتاء امريكان كانكمبر او الفكوز كما كنسميوه المغربيه، وعندنا هنا هذه الفواكه الصغيره اللي رائعه خاصه لو كانت حامضه في الاول ديالها، هذه حب الملوك اللي رائعه كذلك. وصافي يعني فطورنا بسيط يعني من الاشياء اللي كتكون عندنا موجوده بطبيعه الحال. هذه العصيده هذه وجدها بزريعه كتان بالحلاوه والنافع والقليل من الحلبه، كتجي روعه ديال الروعه بدون حليب. تبارك الله بسم الله، روعه روعه روعه. مشبع ومنعش. الحياة الطبيعية سهلة وبسيطة، ما فيهاش العقد اللي كنا فيها في الحياة القديمة.